لما تيجي تبني بيت لولادك وتعمله على احدث طراز، ويجوا اعدائك يبصوا على البيت يقولوا ايه ده ما عملتوش الدول الكبرى، وما ده ما فيش زيه، وبتعمل كده ليه؟ هو بقى بيدس السلم للناس البسطاء، ده بيصرف فلوسكم بكلام فاضي. يعني يقول لك يعني الله العظيم انا سمعتها الحكايه من مذيع على قناه الشرق، وهي عماله تسخن الناس، صرف فلوسكم وبتاع، وجابت محطات القطارات اللي بتتبني في مصر واللي اتبنت في مصر، وايه اللي عملوا ده والفلوس دي كلها ليه؟ ويك 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 ويك. الناس العاقله تسمع الكلام ده باي طريقه؟ بمدح، المفروض بمدح، لانه عمل لنا احسن حاجه. يعني ان شاء الله رب العالمين ساعه ما هتخلص الحكايات والروايات دي احنا هنكون اتنقلنا نقله تانيه خالص. احنا حاليا دلوقتي هم عمالين يحاربونا والجوع والغلاء وكل القصه دي بيحاربونا بكل قوه، ومع ذلك الراجل ماشي برضه بكل قوه، ما وقفش مشروع. المشاريع الجديده اللي لسه هتتحط لها حجر اساس لا دي تستنى شويه، انما اللي شغال فيه ما وقفوش، لا شغال وسايق القطر وما هواش باصص وراه. وبعدين ايه؟ ده باصص في كل الاتجاهات، يعني مش باصص بس لجوه البلد، لا ده باصص للي بيحصل بره البلد والتخطيطات المثيره والعجيبه اللي بتتخطط لنا. تعالوا النهارده ابي احمد بتاع سد النهضه طلع وقال اكتمل السد يا جماعه، واحنا ما اهو السد اتبنى اهو، ما ضرناش لا مصر ولا السودان، ولا عمرنا هنضر لا مصر ولا السودان. ليه؟ قال الكلام ده ليه يا ناس يا عالم يا ايه بس يا حلوين يا طيبين؟ قال الكلام ده لاني شاف العين الحمراء. لما شاف العين الحمراء رجع ونام 14 جر. فلازم تاخد بالك الناحيه الثانيه، الاعداء الاساسيين بقى اللي هم ماسكين العالم، هم ليه مش قادرين يمسوا لك رملايه؟ ولا هم عمالين يلعبوك من بره، وقفوا لك البحر الاحمر، وقفوا لك قناه السويس والحكايه دي كلها، انما مش قادر يقول لك يعني يظهر ويبان كده زي الوحش يقول انا اهو، لا مش قادر. دي ليه؟ لان عندنا قوه، لان الفلوس اللي اتاخدت والديون اللي علينا اتعمل بيها شغل يا بشر، مش الديون بتاعت زمان اللي كانت بتتفرق على شويه الاوباش اللي كانوا الحاشيه بتاعت الملك. كان بتيجي الفلوس تتفرق، وده ياخد شويه وده ياخد شويه، والاراضي ده ياخد شويه وده ياخد شويه. يعني الناس اللي اختنت ايام مبارك دي لو انا بقول لو اهو عندها ذره حب للوطن ده وعزه جلاله الله لا يتبرعوا بنص ثروتهم كده على طول. الثروه اللي عندهم الثروات الهائله اللي خدوها ببلاش من قوت الشعب بقى، يعني دول خدوا الثروات وعملوا الثروات بتاعتهم دي من قوت الشعب ده، اشي اراضي، اشي حديد، اشي اسمنت، اشي كل اللي كان خير الدوله كان لشويه قد كده، مش خير الدوله للدوله كلها دلوقتي. يا ناس نفهم عشان نعقل. نهاركم جميل، نهاركم سعيد، وتحياتي لكل الناس المحترمين.